الرسوخ العلمي لدى الشيخ العلامة محمد الموسوي. يعتبر الشيخ محمد الموسوي من علماء الشيعة، بل ذكر القراني أنه علامة. الله يعزك ويرعاك، وأحييك وأحيي الأخ الفاضل العلامة السيد محمد الموسوي غيرهم وهم عندهم فقه. وهذا السؤال اللي أنا أطرحه على علماء الوهابية جميعا، وأتحدى من يأتيني بجواب علمي. لماذا تركتم؟ وأنت أيضا إذا إن كنت من طلابهم أو من أفرادهم أيضا أجبني إذا كان عندك جواب. لماذا تركتم فقه أو سنة رسول الله التي رواها أهل البيت وأخذتم بأحاديث من غيرهم؟ ما الذي صرفكم عن أهل البيت؟ أقول نقاط مشتركة. خلينا في المنهج كيف نتفق على منهج. أنا أقول دكتور، كل فرقة، كل مذهب، كل دين إذا احتج عليه أحد يحتج بكتبه ومؤلفاته. أما يقول احتج بالعلماء، أليس هو يقول نحن أتباع الأئمة أهل البيت؟ نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت، لا نحتج عليه بأقوال علمائه، نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت في الحديث، من ينقل عنهم عن علي رضي الله عنه وعن غيره رضي الله عنهم أجمعين. طيب هذه الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الثمانية هو يقول ما صح عنهم، هم ما عندهم أصلا تصحيح وتضعيف في الحديث. على كل حال هذا رأيك، هذا على كل حال رأي علمائكم وليس رأيي. لا أكمل كلامي. والآن شاهدوا معنا المستوى العلمي الذي وصل إليه العلامة محمد الموسوي. العلماء يصححون وكذا. أنا أريد فقط حتى أنا أستطيع أني أستدل يعني من كتبهم وكذا. زين، ما هو تعريف الحديث الصحيح عندهم؟ أريد أن أعرف تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يعني من الحديث الذي يرويه أو رواه الثقات. بس هذا تعريف الحديث الصحيح؟ الثقات اللي رواه الثقات الذي يصححه، يعني يصحح رواته ثقات، يعني كل الرواة ثقات برأي المجتهد الذي يدرس الحديث. وبالتالي نحن لا نلتزم بأن كتابا معينا هو حج علينا برمته. ما يشترط اتصال السند؟ هو طبعا يعني هذا معنى. لا التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا يا عزيزي. التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا. الرواة يعني كلهم ثقات، يعني غير منقطعين. كلهم ثقات. كلهم ثقات. لازم اماميين؟ كلهم ثقات. لا، عندنا من يقول بانه غير الامامي اذا كان ثقه ناخذ عنه ايضا. هذا كلامنا. الكاشاني، انا اقول لك ما نكده. والحلي والحر العاملي وغيرهم كثير من علماء الشيعة. طيب يقولون تعريفا دقيقا مضبوطا جامعا مانعا تعريف الحديث عندهم. يعني أنا استغرب أن لما سألت عن كتبهم المعتمدة أنا ذكرتها وذكرت مؤلفيها ولم يذكرها. وأنا الآن عفوا أكمل أنت ذكرت أسماء كتب. أكمل فقط. لكن نحن لا لا نلتزم. يا معاشر الشيعة، يا معاشر يا إخوتي يا أحبابي، الله يرضى عليك، يا أحبابي الجميع المسلمين جميعا. أيوة، سنة وشيعة يا الله ينور عليك. أنا أريد أن أوجه لكم كلمة بالمحبة. هو بالمحبة. تعريف الحديث الصحيح لا كما عرفه الشيخ. كيف تعريف الحديث الصحيح ما رواه ثقات؟ هذا كلام. الحديث الصحيح عند الشيعة كما ذكر العامل الحر العامل وكما ذكر الحلي وكما ذكر الكاشاني وكما ذكر غيره، يقولون ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا أحفظ الحديث أحسن منه. فهو إذن هو حتى أحاديث يضبط. ما الفرق بين المعنيين يا خميس؟ ما الفرق بين المعنيين؟ اتصال السند، أين ذهب الشذوذ، أين ذهب العلة، أين أن يكون إماميا، أين يكون عدلا. لا هذا كله كلام. نحن نلتزم بأن الحديث أنت مشكلة. أنت عاوز تفهم ينفذه. أنا أقول الحديث الصحيح ليس الرواة الثقة أول شيء ثقات وليس ثقات. أنت على حال خلينا ناخذ هذه. على فوتها ما يحل. ما رواه العدل الضابط الإمامي. لا عندك أنت الوهابي. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا أعرف حديثا سمين. فأنت مختلفين شرط الإمامي. شرط الإمامي. إذا ولذلك الآن أسأله الصحيحة يعني على التعريف. أصبر شيء. أنا الآن أمام الجميع. هل تجسم رب العالمين أنت؟ لا أقول لك أنت تجسم الله تبارك وتعالى يد ورجل
أجبني يا أخي أجبني الآن أنت أجبني لا تضيع الوقت خلينا خلص خلينا نتوقع لا دكتور يا جماعة الله له جسم الله يرضى عليك ما نقول نحن الله له جسم ما تقول وهذا ابن تيمية أمامك يقول ليس كمثله شيء لا طبعا ليس هو الذي يقول سبحانه هو الذي يقول سبحانه ابن تيمية طيب هنجي بالتوحيد هذا ابن تيمية سيد المسلم نجي بالتوحيد نجي سيد المسلم حنجي في مبحث التوحيد اصبر شيء دكتور حنجي مبحث التوحيد يا أمركم بذلك الله أمركم بهذا على الله دكتور لحظة شوي دقيقة أيوة الفرق إذن هو يقول الإمامي إذن شرط تشترط الإمامي في الرواية لا ما نشترط هو ما يشترط نحن ما يعرف صحيح طيب حتى الصحاح السنة لا تشترط أن يكون الراوي من يعني شرط أن لا يكون شيعيا. هناك أكثر من 168 من رجالات ومن رواة البخاري ومسلم هم من رجالات الشيعة. طيب الدقيقة اللي ما كملها الدقيقة التي سأكملها بس ما هي بارك الله فيكم جميعا. تفضل الدكتور الآن وأنتم عوام ناس يعني تقلدون المراجع وهذا من علمائكم الكبار. أنا لست عالما طالب علم كما يقول. إذا كان طالب العلم لا يعرف تعريف الحديث الصحيح فرعية لا أنا الآن أطلب منه طلبا ثانيا إكراما لعيونكم جميعا وهو أن يذكر لنا حديثا واحدا صحيحا يحفظه يجمع هذه الشروط أن يرويه شيعي إمامي بسند متصل عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وأنا أمامكم الآن وهذا طالب علم عندكم أتحداه أن يأتيني بحديث واحد صحيح يجمع هذه الشروط ويذكر من خرجه ومن صححه. يعني تريد أن تقول أنه لا يوجد؟ أريد لا يوجد بهذه الطريقة التي بهذه الصفة بالشروط لما يقول نحن نحتاج بالحديث الصحيح وكذا وكذا هذا الآن من طلاب علمهم. يقول لا يوجد حديث صحيح بهذا المعنى. طلاب علمهم فليذكر لنا حديثا طيب صحيحا. أنا أرد السؤال عشان نرد. إذا أنت هذا تريد أن تصل لهذه المعلومة أنه لا يوجد حديث بهذا السند. طيب أوكي لحظة بس الآن أشكركم. أجيب على كلامه. لا لحظة بس لحظة يا أخوانا لحظة يا أخوانا يا سيدي يا أخي الرجل يريد يضلل الناس يضلل الناس. أقول لك هذه دعوة باطلة. أقول لك أحاديثنا الصحيحة مذكورة في كتبنا وإن شئت فاذهب وارجع لها لكي ترى ألوف الأحاديث الصحيحة التي ينطبق عليها ما ذكرناه. طيب لكن أسألك سؤالا واحدا وأنا أسأل أخوتي الكرام أنا أجبت اسمح لي يا سيد أنت كملت. شوف أنا أعطيتك في موضوع لحظة أعطيتك في موضوع القواسم المشتركة. أسألك سؤالا واحدا أجبني عليه. اسمعني لحظة لن نسمح له بالإجابة لأنه لحظة الآن لازمني شوية أنتم السادة المشاهدين بين الغث والسمين المشكلة. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا هذه الأمور ووضعوا قواعد العلم الحديث مقننة واضحة تماما. أما الشيعة فليس عندهم قواعد لعلم الحديث ولذلك لا بس خليك هو الآن التزم فعلا اليوم أنه في كل الأحوال لم يكن يقاطع بالتالي عمل الحجة علي وعليك. طيب تفضل. فنحن إذا يعني لازم تخليه وبعدين سجله عندك وخذها. علق عليه تفضل. توقع يستطيع؟ إن شاء الله يستطيع. إذا أمكنك أن لا تتهم نعم. إذا أمكنك أن لا تتهم نعم. لكن نقول إلى الآن لم يقوموا بهذا لأنه ليس عندهم علم في المصطلح ولذلك ذكر هذا علماءهم وليس هو. علماءهم يقولون علم المصطلح أخذناه من أهل السنة ولذلك لا يعرفونه إلا من بعد الحلي فما فوق في القرن السابع الهجري بدأ عندهم علم المصطلح وكله أخذا من كتاب علم الحديث لابن الصلاح وكتاب علوم الحديث للحاكم والرامه رمزي وغيرهم من أهل العلم في الحديث. وكذلك علم الرجال لا علم رجال عندهم وإنما هي تخبطات ولذلك قال الكاشاني وغيره تخبطات وتعارضات لا يمكن الجمع بينها. ويقول الطوسي الأحاديث متضادة ومتنافرة لا يمكن الجمع بينها. وعلى كل حال فلا توجد عندهم قواعد لتنقية الحديث فلا يستطيعون ولذلك يصححون حديثا هنا ويضعفون حديثا مثله بنفس الإسناد في مكان آخر. ولذلك أنا الآن أوجه له سؤالا يعني ما جاء الحديث الذي جاءت في تحريف القرآن الكريم وأنه 17,000 آية مثلا هذا الحديث الآن هل هو صحيح أو ضعيف؟ أن القرآن 17,000 آية هل هو صحيح أو ضعيف؟ يسجل ويجيب بعد قليل هل هذا الحديث صحيح أو لا؟
القضية وما فيها أنه ما عندهم منهجية في معرفة الحديث الصحيح من معرفة الحديث الضعيف، بينما أهل السنة عندهم هذه المنهجية. يقول سؤال هل أن حديث أن القرآن فيه 17 آية 17,000 آية صحيح؟ اللي يسألني المناظر أقول هذا حديث باطل، لأن عقيدتنا بأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأولئك الذين يزعمون بأن بعض الشيعة أو بعض الجهال هم يقولون غير ذلك ليروا. أنا هنا جمعت 50. الشيخ الآن يقول عن حديث 17,000 آية يقول حديث باطل. الشيخ لم يستطع البارحة أن يذكر لنا حديثا صحيحا واحدا يحفظه، ولا استطاع أن يعرف الحديث صحيح، والآن يفتي هذا حديث باطل وهذا حديث صحيح. هذا الحديث صححه المجلسي علامتهم، رواته كلهم ثقات. الكليني يرويه عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى العطار قال النجاشي شيخ أصحابنا في زمانه، عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن عيسى قال النجاشي شيخ القميين ووجيههم، عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم قال عنه الطوسي ثقة جليل القدر، عن هشام بن سالم، وهشام بن سالم قال عنه النجاشي ثقة. طيب، والآن عن طبعا أبي عبد الله جعفر الصادق، والشيخ يقول حديث باطل. حديث باطل، كلمات لا وزن لها، وإنما هي دعاوى باطلة للخلاص من أمثال هذه الأمور. إلى الآن كما ترون بارك الله فيكم جميعا.